ان نبي اخر الزمان هتكون هجرته في هذا المكان، فكلهم قاعدين منتظرين ايه؟ نبي اخر الزمان صلى الله عليه وسلم. وكان من شأنهم ومن طبعهم اذا دخلوا حرب مع حد كان لهم جلال يتشابه كده في منطق الناس، يقولوا دول ما حدش يقدر يغلبهم. ليه؟ عندهم سلاح سري. ايه السلاح السري اللي كان عندهم؟ انهم كانوا بيتوسلوا بحضرة النبي. ها؟ كانوا السر ان ما كانش حد بيقهرهم. ها؟ يستفتحون به على الذين كفروا. ده في سورة البقرة. بيستفتحوا به. المفسرين بكل اجماع كانوا اذا دخلوا حرب يقولوا ايه؟ اللهم انا نستفتح عليهم بنبي اخر الزمان اللهم انصرنا فينصرون. وكانت الناس تستغرب، الناس دول ما حدش بيغلبهم ليه؟ قال كانوا بيتوسلوا بالنبي. لما جه سيدنا النبي عرفوا انه ده السلاح بتاعهم، عشان المسلمين ما ينتصروش عليهم طلعوا لنا ناس يقول ما تتوسلوش بالنبي. ايه زعلكم من توسلنا بالنبي يا اولاد؟ قال لا، ما احنا ولا كلام، مش ده السلاح. طب ده الاخ فلان والشيخ فلان والدكتور فلان ده عالم كبير يا عم، ده قال لي التوسل حرام. نقول له احنا والله اكبر مني ومنه الكتاب والسنه، ولا نمشي على منهج غيره؟ الكتاب قال كده واسقط، قال كده الكتاب. طب امال السنه قالت ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل ضرير. ضرير يعني ايه؟ وعايز تاكل ثاني. اقعد بقى واسكت، مش بقى معاك العصايه. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل عليه رجل ضرير، الحديث بتاع سيدنا عثمان بن حنيفه. فجاء الضرير فقال يا رسول الله. نعم. قال له ادعو الله لي ان يرد علي بصري. قال ان شئت صبرت ولك الجنه. الراجل قال ايه؟ ها؟ ادعو لي يا رسول الله. واحد يقول لي طب هو كده ده مش معناه ان واحد صحابي مش صادق؟ لا، ولو انا اشوف على نور النبي مش صابر بلاش. لا، الشكوى للنبي مش مذله. لا، لانه هو الطبيب كما يشكو الحبيب للطبيب. لو رحت قلت للدكتور انا عندي ايد وجعاني ولا رجل وجعاني يبقى شرك، انا شكيت لغير الله. لا، ده اخذ بسبب. وكانت الصحابه عارفه ان من السبب الاعظم للشفاء مين؟ مش هو طب القلوب ودواء؟ ما الصلاه دي بقولها كتير عشان الامراض المتفشيه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم كتير بعد سوره ياسين وايات الشرك. نحط الامام القشيري مرض ولده ابن عين، فآية تكتب من إشفائه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا هذا أين أنت من آيات الشفاء؟ نبقى نقرأ ياسين وآيات الشفاء والصلاة الطبية، بيقولوا عليها كده الصلاة الطبية. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في الصلوات البردرية. أي نرجع بقى للراجل، يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصر. قال له روح صلي، اذهب فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوسل إليك أو أتوجه إليك بنبيك محمد، نبيك نبي الرحمة. ثم انتقل من الحديث مع الله إلى أن قال يا محمد في الحديث كذا عند الإمام الترمذي والنسائي وغيره وابن ماجه وغيره من كتب الصحابة. يا محمد إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ورب كل شيء في أن يرد الله علي بصري، اللهم شفعه فيه. الجميل بقى إن نقول فرد الله عليه بصري. كانوا بيعلمونا ان التوسل ايه؟ التوسل سلاح.
التوسل فلاح. التوسل بالنبي منتهى التوحيد. ليه؟ منتهى التوحيد ليه؟ إذ أن التوسل بالنبي الإنسان بيقول إيه؟ اللهم أسألك بنبيك، ولا أسأل نبيك؟ أسألك بنبيك. اللهم منتهى التوحيد. طب أنا ليه بحط واسطة؟ واحد يقول لي طب هو ينفع أجيب واسطة بينه وبين ربنا؟ أنت هو لا يحتاج واسطة ليعطيك، لكن أنت تحتاج واسطة ليتعطف بالعطاء عليك. وإلا كيف كنا نفهم قوله صلى الله عليه وسلم وابتغوا إليه الوسيلة؟ فهل هناك يا عباد الله في سبل الوصال أو في دواعي الاتصال أو في أسباب الشفاء والدواء والعطاء وسيلة أعظم من رسول الله تقال صلى الله عليه وسلم؟ نرجع لموضوعنا. يبقى أول من سكن المدينة طوال، أول من سكن المدينة مين؟ اليهود. ولهذه العلة سكنوها منتظرين نبي آخر الزمان. ربنا يقول عليهم إيه؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اثنين قالوا كان موجود هناك الأوس والخزرج، دول اثنين قبائل. الأوس دول كان بينهم مشاكل متطاحنة، وحتى إن حرب بعاث مات وراح فيها عالم. وسبحان الله كان من حكمة ربنا إن كل كبار القريتين أو القبيلتين اللي هم لو جه سيدنا النبي مش هيرضوا بكده، لأن عموديتهم وزعامتهم وحبهم لمناصبهم ما يمنعهم من إنهم يتبعوا، خلصوا على بعض في الحرب دي. اتفضل مين؟ اتفضل الشباب، تبقى من هؤلاء الشباب. فجهز الله من القريتين أو جهز الله من الأوس والخزرج الشباب المنور، العقول النيرة اللي لسه إيه الكره والغل ما أثرش كتير فيها، لكن كان حرب شديدة، كل واحد فيهم شايل الطار للتاني. سيدنا النبي تصور هيحل الأزمة دي إزاي؟ الصلح بين الأوس والخزرج بيعلمنا يا إخواننا إن عضال مشكلات الدنيا والعالم لو أدخلنا فيها النبي وهدي النبي واتبعنا فيها الرسول والله لها أسرار سرعان ما تزول. أي مشكلة في حياتك بس دخل فيها سيدنا النبي. أدخل النبي إزاي؟ إذا لم يكن للنبي رأي فيها فتتبعه صل عليه، الله يطوي لك الأسباب ويخلق لك من باطل اليأس ورودا من الأمل. طب سيدنا النبي التاريخ طبعا أكيد القصة دي كثير ما قراها. احنا نسمع ايه؟ نقول اخى بين الاوس والخزرج او اصلح بين الاوس والايه؟ بس ازاي صلحنا؟ يعني جابهم عملوا معاهده. قال ايه؟ ايه اللي ممكن انسان يقوله لسه اول يوم يجي بلد يجيب اصعب حرب بينهم يحلها في دقيقتين؟ تعرفوا النبي حلها ازاي؟ ما قالهمش اتصالح. احكي لكم عنها بسرعه خلاص ونكمل ان شاء الله اليوم الجمعه. صلوا على سيدنا النبي. صلى عليه. الجماعة بتوع النبي لما دخل المدينة الأوس كانوا عايشين حوالين مسجد، مكان مسجد قباء كده. دي كانت مكان منازل عمرو بن عوف وغيره من الأوسيين. فجماعة الأوس كانوا حوالين المنطقة بتاع مسجد قباء. سيدنا النبي عارف إنه هيبيت عند الخزرج، وهو هيكون المقام الدائم فين؟ عند الخزرج. فأولاً نام عند الأوس 3 أيام. يقول لك كده الراوي ليجبر خاطره. ليجبر ايه؟ ولأن هم كانوا أكثر من الخزرج خسارة في الأرواح في الحرب دي، فنام عندهم وجبر بخاطرهم. وبعدين الأوس كان من سادتها سيدنا سعد بن خيثمة. كان سيدنا ايه؟ سيدنا سعد بن خيثمة. والخزرج كان كبير الأوس قتله سيدنا أسعد بن زرارة، وكان من النقباء من أول الذين بايعوا حضرة سيدنا النبي، وهو اللي فتح بيته لسيدنا مصعب بن عمير قبل النبي ليمهد المدينة ويعرف الناس بهذا الإسلام. فسيدنا أسعد بن زرارة كان عليه المفروض يقولوا كده باللغة الصعيدي بتاعتنا طار.
يعني مموت كبيرهم، فكلهم بيتربصوا بيه عشان ايه؟ طب النبي بيحبه. صلي عليه. اول ما سيدنا النبي دخل المدينه قال اين اسعد بن زراره؟ الله، انت في بيتنا بقى وهتسال عن عدونا. شوفوا اختبار الله بيختبر نفوسهم ازاي. تخيل ان الشيخ بتاعك جالك البيت وراح اول ما دخل عندك راح سال على واحد انت عامل معاه مصيبه، عدوك اللدود، ولو البلد وقع في بعضها تتحل ازاي؟ لا يا رسول الله حاسب ده ما تدخلش بيوتكم. الله. سيدنا النبي قال اين اسعد بن زراره؟ طبعا بصوا لبعض كده قالوا هو لنا عليه دم يا رسول الله فقد قتل فلان. ده لو جه هنا مش هيطلع ده الموت. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عليه الخبر تسرب، بلغ سيدنا أسعد بن زرارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه. سيدنا أسعد بن زرارة عارف أن النبي عند مين؟ عند بيت الجماعة اللي هو هربان منهم. راح عامل إزاي؟ راح جاي بالليل وراح داخل على النبي البيت. السلام على من أسأل الدنيا توقف. سيدنا سعد بن خيثمة وكبار الأوس موجودين. سيدنا أسعد بن زرارة راح تجيه خبط الباب فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا، ما الذي أتى بك الآن يا أسعد؟ قال علمت أنك تسأل عني يا رسول الله. صلي عليه. هيكلفك حياتك ولو مت تحطنا في حراك. فقال صلى الله عليه وسلم أجره يا سعد. الله جاب كبير الأوس وقال له أجره يا سعد. قول لي اطلع قول للناس دي انه في حمايه. حل ازاي دي يا اولاد؟ احنا مش كلنا ناس عندنا بيوت وعائلات ينفع؟ عايزين ان انت في موقف تختار فيه الاسلام ولا تختار ابوك وامك وخالك وعمك ودمك هل اجره يا سعد؟ فسيدنا سعد مش قادر يقول لا، قال اجره انت يا رسول الله. انا ما اقدرش مش قادر. طب قول انت اجره وانا اطلع اقول للناس أجره رسول الله. قال لا بل أجره يا سعد. لا مش هيجره انت. فطلع سيدنا سعد يقول للناس يا أيها الناس إن أسعد بن زرارة سمع أن رسول الله يسأل عنه فجاء ليزوره، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أجيره فأجره. فخرجت الناس تنتظر سيدنا أسعد بن زرارة وهو طالع من عند النبي، كل واحد يدعوه إلى بيته ويقول له مرحبا بضيف رسول الله. أنا بس هنا خلصت الحكاية كده وانتهت الحادثة الحكاية وكده خلص ما فيش حرب بين الأوس والخزرج. يا سلام على الرجال يا أولاد لما ما توقفش على سفاسف الأمور. يا سلام على الإنسان لما يتخلى عن قلب الزعامة. يا سلام على الإنسان لما يفنى في رسول الله. شوفوا العظمة يا أولاد. أنا والله وقفت عند هذا الحدث وإحنا بنشرح السيرة هنا من سنة أو سنة وشوية. وقفت عند هذا الحدث طيلة الوقت أتأمل ما هذه الرجال إلى أي قدر من أقدام إلى أي مقام من مقامات الفناء في رسول الله وصل أصحابه. إلى أي مقام يا عباد الله وصلت الصحابة في فنائهم في رسول الله؟ هل أنت لو تخيرت بين واحد شتمك وقايل لك كلمتين كده ما فيش مرة النبي مسمى صلي عليه متهيألي ما تقدر. عرفت الفرق بيننا وبين الصحابة؟ أعتقد سيدنا النبي كان له كام يوم بقى الناس دي الحب ده اتولد في كام يوم؟ في 3 أيام. إحنا في دول مسلمة مجتمعات الحمد لله مؤمنة وبين ظهرين وناس كلهم مسلمين. ليه مش عارفين نسامح؟ ليه مش عارفين نصفح؟ ليه مش عارفين نعديها لبعضنا؟ تدخل الشارع الجار مخاصم جاره ليه سنة. ها؟ ايه ازاي هجرة؟ اتعلمنا رحنا درس الهجرة ازاي؟ ليه ما نخبطش عليه ونقول له لاجل النبي سماح؟ الله. اللي قاطع بزوجته ومرميها في بيت اهلها ومكبرانه في دماغه ومش عايز يروح يجيب مراته. يا اخي روح هاتها لاجل النبي واغزوا الشيطان. اللي واخده هدومها ومستكتره باخواتها ورايحه عند بيت امها وسايبه جوزها وسايبه عن ما تروح تروح.
خليك يا جدع. ولد للنبي ويعني عملنا ايه؟ ده قتيل له قتيل اهو. ولمجرد ان النبي قال سمحت يبقى سمحت. الاخوه في الطريق يا اولاد، الاخوه في الطريق ده انا مش هتكلم عن الناس، والله يا اخوانا اقسم لكم بالله دعيت جماعه من الاخوه للصلح. الصغيرين قالوا خلاص والكبار قالوا عليه الطلاق اهو. تنفع ازاي دي يا اولاد؟ فين النبي ده اللي احنا بنصلي عليه؟ ايه ده؟ سامحوني على اللفظ اللي فات ده، لكن هو قال كده. احنا عايزين نسامح وعايزين ايه ده؟ ايه ده؟ احنا محتاجين نرجع نعرف النبي من جديد. والله يا اخوانا محتاجين نقرا السيره كويس ونتمعنها كويس وتكون قراءه تربويه. والسيره دي مش حكايه لمصمصه الشفايف ونقول يا سلام حبيبي انت يا رسول الله. لا يا حبيبي، حبيبك تعمل زيه وعشان خاطره. ولذلك الهجره لما عرفها سيد الشيخ وقال هي الخروج من جلال المتهوى. ايه جلال المتهوى؟ عصبيتك، اسمك، انانيتك، مكانتي في وسط الناس، هيبتنا في وسط الناس، وجمال من تهوى السماء. هتعرف تطلع من جلال ما تهوى والعنجهيه الفاضيه والشيطانيه المتاصله في القابنا ورموزنا وعقولنا، ونطلع لجمال من نهوى ولا ما يكون لناش في الحضره مهوى. إذا جمعت بين جلال ما تهوى بالضي سجودك في عند جمال من تهوى جمع الله لك كمال الفتح بينهما على دلال يراد به الجمع، عشان يجمعك على الحبايب. إنما جهاد النبي أنا أسامح لاجل النبي. أنا عايز أقول إن لاجل النبي دي ممكن تبقى قصة حياة نعيشها مع النبي عشان خاطر النبي نسامح. ولما نقول عشان خاطر النبي مش معناه ان احنا بعدنا عن ربنا، لا، عشان خاطر النبي قال ان ربنا بيحب كده. كل اللي قال بيه النبي ونادى بيه النبي من سماحه يا اخوانا. هنعرف ناس في الطريق خلاهم يخسروا بعض. تصور 2 في الجامع زعلانين ان الراجل ده بيخلينيش اذن. ايه ده هو ده؟ وسيبنا الصلاة والعبادة ودخلنا في دوائر الأغيار. لا يا سادة، الإسلام دين صفاء، الإسلام دين السلام، الإسلام دين السلامة، الإسلام دين التسامي عن سفاسف الأمور، الإسلام دين التسامح، الإسلام دين التصالح، الإسلام دين التصافح. يا راجل ده ربنا جعل لنا من منازل العبوديه ان الواحد لو حط ايده في ايد اخوه كده اذا التقى المسلمان تصافح، تحاكى تعلم الذنوب زي اوراق الشجر كده لما تهزها كده وتنزل تسقط ورقها. تخيلوا ان ده دين التصافح دين، التسامح دين، التصالح دين. ايوه يا ابني ايوه. امال انت فاكر ان الدين بس انك تروح تقيم الليل كله والقلب مليان احقاد؟ توضؤوا بالحب فإن الله لا يقبل الصلاة من القلوب المبغضة ولا القلوب البعيدة ولا القلوب العنيدة ولا القلوب الملطخة بالقرب. وخير معين تتوضأ به وخير وضوء هو إن الإنسان يتذكر في خياله وفي عمق باله كل لمحة ونفس. تسامح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا جماعة اللي كانوا طالعين يجروا وراه بالسيوف دول من كمال اصطلاحه مع الوجود ومن كمال جمع الوجود على الودود أنه يوم دخل مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ تفتكرون أعمل لكم إيه اليوم؟ أو تمكين جلال الجمع بينهما. حول النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الكمال كمال الجلال إلى دلال الجمال، فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم. حتى ما قالوش سيدنا وشيخنا ونبي، يعني قبله حتى لسه ما زالت القلوب جفاف بس بتلعب بالألفاظ. أخ كريم، أخ هو ده أخوك في الطريق، هو ده أخوك، بس تمشي عند النبي ما دققش عندها ما يجراش حاجة، هو ده أخوك هو زيك زيه؟ لا، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم
كان المفروض يقولوا نبي كريم. لا لا لا، لسه العناد موجود، حتى انه في يومها ابو سفيان كان اسلم لكن لسه الذبذبه شغاله جواه. وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو امكنني الله منه لقتلته. فما ان تم الخاطر في قلبي الا التفت اليه النبي وقال ماذا تقول؟ اخلع ما في قلبك يا ابا سفيان. قال اشهد انك رسول الله. قال ما احنا بناخدهم على عبره. احنا عايزين كل اللي يضحك علينا يضحك يقول انا مسلم ولا مؤمن، احنا مبسوطين من كده. ليه؟ لانه اذنه خير. اذنه خير، ما كذبش حد ابدا ولا يطعنش في الايمان حد ابدا. من خدعنا لله خدعنا له. قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. سيدنا ابو بكر قبلها كده داخل لقى جلال ما يهوى، دخل في جمال من يهوى وكمال الفتح بينهما، وصارت مكه لنا مأوى. فقال اليوم يوم الملحمه، فقال لا اليوم يوم المرحمه. لا احنا ما نقتلش، احنا ما نذبحش، احنا ما نجرحش، احنا ما نفرقش، احنا شغلتنا الحياة. واللي ما يعرفش يعيش ينفع يعيش فينا. اللي ملوش وطن احنا وطن، اللي ملوش وطن حضرة النبي وطن. اللي ملوش اصل ولا فصل يتقي الله سيدنا النبي يبقى جده. قال انا جد كله تقي. تصوروا يا ولاد، هاجر عنا وفي الدين إذا لم تستطع الدين أدى عنا، وذبح يوم الأضحى عنا، وبعدين ويوم القيامة ينوب في الدفاع عنا، ويسجد تحت العرش عنا، وله علينا بذاك المنة، ولا نستطيع أن نسامح من أجله يا سادة. واحد يخسر اخوه في الطريق ويخسر بناته ويخسر عياله ويخسر جوز بنته ويخسر سلفته ويخسر مش عارف ايه. ايه يا السيادة ده؟ عن اي اخلاق تتكلمون؟ ما هذه الاخلاق من اين تصدرت الى قلوبنا؟ خاصة ساداتنا اللي لهم مشايخ. لا ما ينفعش يبقى انت ما حبيتش ولا تعرف الحب. للجنة نسمع احنا بنحبك يا شجاع، احنا بنحبك يا مولانا، والله بنحبك يزيدك من نعم الله. يسعدك قولا بالله. الله يجزيك يا شجاع. لك تقبل صلاتي على النبي من
بالمعروف من الرؤوف عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف على الباب عكوف قلبه مشغوف بهوى النبي أهدي صلاة تأتي بصيام من وصل
مقاصدنا واستر لنا ما بقي يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واشفي بها مرضانا يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم يا عيني في طيبة حرم يا روحي في طيبة الطيبة الشافية الناجية طيبة بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم فرج كروب المسلمين وحد صفوف المسلمين آمين يا رب وأعلي يا ربنا كلمة الحق والدين يا واسع الكرم يا عمري ويا روحي يا سري وفتوحي يا بلسم جروحي يا رسول الله يا عمري ويا روحي يا سري وفتوحي يا بلسم جروحي يا رسول الله يا عمري ويا روحي يا سري وفتوحي يا بلسم جروحي يا رسول الله يا عمري ويا روحي يا رسول الله يا حبيب الروح الله قد كفاني نوح الله يا حبيب الروح قد كفاني نوح الله صلني يا محبوب فالفؤاد مجروح صلني يا محبوب فالفؤاد مجروح يا عمري ويا روحي يا سري وفتوحي يا بلسم جروحي يا رسول الله يا عمري ويا روحي يا رسول الله إنني أهواك إني بهاك إنني أهواك إني بهاك ليتني ألقاك يا نعيم الروح ليتني ألقاك يا نعيم الروح يا عمري ويا روحي يا سري وفتوحي يا بلسم جروحي يا رسول الله يا عمري ويا روحي يا رسول الله حبك يطال في قلبي ونجوى آمالي والله والشوق أشعل النار في مهجتي وأنا مالي يا رب أمرك يا حبيبي يا محمد على راسي وانصابني الطيب وميزاني انت اقبل المدح يا رسول الله هذا رأس مالي يا سر وفتوحي يا بلسم جروحي يا رسول الله يا عمري ويا روحي يا سر وفتوحي يا بلسم جروحي يا رسول الله انت اقبل المدح يا رسول الله صلوا عليه هذا رأس مالي يوم الحشر أنا فين أروح وغيرك شفيع مالي يا صلاة النبي يوم تقول الخالق ربي لا أسألك نفسي ولا أسألك
ضاق بي الفضاء وجل الخطب وانقطع الرجاء يا حبيبي يا طبيبي يا وسيلتي وسندي ومعتمدي وموئلي ورجائي نظر إلينا عطفا علينا يا سادتي لا تبعدوا الله الله
وديني حبي لآل النبي حبي لآل النبي مذهبي وديني وعلي ليهم لوفي ذمتي وديني في حال وجدي بطيبة 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 طيبة فراحتي وديني فدا الشفوق الرحيم يا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم فدا الشفوق